السلام عليكم. تعالوا نتعلم ازاي عملت البوكس ده. استخدمت مناديل بريتي اي جي. عملت طقم صندوق للشاي بسبرتاية وكنكة. تعالوا نشوف كده. انا كنت اول مره استخدم المناديل بتاعتهم. انا بايدي، يعني استخدمتها في الورش مع الناس، بس ما اشتغلتش انا بيها بايدي. هعرفكم بقى كل ازاي نلزقها والعزل وكل حاجه. بوريكم هنا انها كانت دبل فيس، من ناحية وردة ومن ناحية فراشة. هي كانت الموتيفات فيها وردات وفراشات. حاولت اختار الحاجات الصغيرة للكنكة، واخد الاكبر شوية للسبرتاية، واخدت بقى المنديل كله على بعضه في البوكس. هستخدم المنديل ده بتاع بريتي اي جي. هعمل بيه السبرتاية والكنكة دول. انا خدت موتيفات كده من المنديل اهو، وهنا برضو معايا، وهبتدي ألزقهم وأوزعهم كده، وبعدين أعمل بقى لون الخلفية بالديكوباج، ونشوف بقى تطلع ايه. انا هعمل من نفس المنديل ده بوكس. هحط الورنيش، انا كنت حاطاه اصلا، بس برضو على ما فردت المنديل ورشيته كده، ف شايفه ان هو قرب ينشف، فبعيد عليه تاني. واتاكد برضو ان انا حاطه كويس على اطراف البوكس، من فوق كده ومن الجناب ومن هنا ومن كل حته. وخلاص بليته بالميه كويس اهو، وبفرده بقى بايدي كده على الكيس اهو كده. لزقته، هبتدي بقى افرغ منه الهواء بالكارت، وبعدين اشيل الكيس واحط ورنيش واسيبه ينشف، وبعدين بقى اشوف بقيه البوكس هنعمل فيه ايه. انا جايبه هنا ورنيش اورا جلاس اللي هو 40-60 المط. ماشي، هلزق بيه. او عايزه ابل المنديل اهو. هبتدي ابل المنديل رشه كده خفيفه. لو طبعا منديل كبير هحتاج احطه على ورقه او كده، لكن انا ده منديل صغير. هفرش بقى انا بجيب ورنيش اورا جلاس 40-60 المط. هو بصراحه حلو قوي وسعره كمان كويس جدا بالنسبه للورنيش دلوقتي بتاع اللي عند الموين، بقى غالي يعني. وكمان مط مش ما فيهوش عيوب الورنيش المائي العادي، اللي هو كانت تبقى فيه مشكله التلزيق والحاجات زي دي، واللمعه الجامده قوي. بحاول افرغ بقى الهواء كله. وهلزق الناحية التانية الوردة التانية الصغنطوطة دي، فهبلها برضو، اشيلها رشة مية كده صغنطوطة عشان ما تكرمش. هنا بقى هعمل ايه، احط فراشة كده من هنا، وفراشة من الناحية التانية، وفي النص الوردة الكبيرة دي. فبرضه هعمل اهو. الاول هحط كده الورنيش، بس هو ده من عيوبه شوية ان هو بينشف بسرعة في يعني انا فرشته كده دلوقتي، لو استنيت مثلا دقيقة ممكن الاقيه نشف، فالورقة بتاعتي مش هتتلزق كويس، خصوصا لو ورق يعني. فبسرعة على طول افرشه والزق المنديل بتاعي او الورقة بتاعتي. عندي بقى تانية، بس انا حاسة ان هي كده لازقة على جنب قوي،
هحاول اشيلها واجيبها على اليمين اكتر. هو كمان عامل زي المهلبية كده فبيبقى بينزل قطع يعني شوية. نمشي بعد كده بالفرشة نضيفه طبعا. نتأكد ان احنا عندنا دايما فرشة للزق المناديل تكون مش مستخدمة في الدهان. وبعد كده نيجي بقى هنا احنا نحاول ايه نظبطها مع عصيون واحدة تحت العصاية دي واحدة تحت العصاية دي. حاول برضو ما غرقهاش ميه اللي هي تبقى سهل تتقطع مني قوي يعني، بس انا هدفي في الميه ان هي تبقى طوع معايا وتبقى لو في مكان هتكبر فيه تكبر، ما تكرمش معايا وانا بلزقها. هنا بقى لاحظت ان انا عملت لون بيج سوري لون ابيض الاول وما اديتش البيج هديه بعد ما الزق المنديل علشان خلفيه المنديل ما تغمقش اكتر، وساعتها هلاقي لون الخلفيه غير اللي فوقيها منديل غير الخلفيه اللي مش فوقيها منديل، علشان هنا اصل خلفيه المنديل فيها لون بيج مع يعني اوف وايت كده. فاحط الاول المنديل تحت خلفيه بيضه كويسه خالص، وبعديها ابقى اظبط انا خلفيتي بقى بالتم. وبالمناسبه مناديل بريتي متاحه عندي، اللي يحب يطلبها ابعتله الكتالوجات بتاعتهم. هي براند مصري، الطباعه حلوه، الالوان حلوه، الخامه المناديل حلوه، هي طبقه واحده مش 3 طبقات زي المستورد. هي زي بالظبط خامة المناديل اللي بنشتريها بمقاسات محددة، وهي كانت اصلا نفس المطبعة بس عملوا لنفسهم براند لوحدهم. التصميمات بتاعتهم حلوة قوي، فاللي يحب ابعتله الكتالوجات يتواصل معايا على الواتساب. بس كده اخلصها بقى ونشوف تنشف قصدي، ونشوف بقى هنعمل ايه. مع السلامة. معلش انا معرفتش اصور الدمج اللي عملته لان حالة الورشة عندي كان يرثى لها، فما كنتش هقدر اصور والدنيا مكركبة قوي. كنت العميلة مستعجلة قوي على الاوردر ده، فكنت فرشة الوان في كل حتة والمنظر غير ادمي بالمرة. انا جبت نفس درجة لون الخلفية بتاعة المنديل، واديت بيز على كل السبرتية، وبعد كده بمية لونها لبني اديت تاتشات كده، وبرضو الاكر كده علشان هي برضو الخلفية فيها تاتشات كده خفيفة. هنا برضو كان في لو واخدين بالكم كان في تقطيعات في الرسمة، فانا عملت نفس درجة لون خلفية المنديل وخبيت التقطيعات دي. بصوا هي دي التقطيعات او الفواصل اللي اقصد عليها، يبان ان الرسمة مش كاملة، فحطيت عليها درجة لون نفس لون المنديل، وكملت بقية الرسومات اللي كانت مش كاملة. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وفولو وسيف. مع السلامة.